السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة اكلة وفكرة مع سمية. شفتوا الكيكة الجميلة اللي انا بوريها لكم دي؟ شوفوا اسفنجية وطرية وهشة ازاي. دي مش كيكة عادية، دي كيكة ذرة بسيسة زي ما بيقولوا عليها، بس انا المرة دي عاملاها بالبرتقال. يعني بصراحة طالعة تحفة، وزي ما انتوا شايفين اهي طرية وزي الاسفنج بالظبط، مسماها مظبوطة وهشة. شفتوا عاملة ازاي؟ ما شاء الله زي الفل ومتماسكة. عادة البسيسة بتبقى بتفرول، دي ما شاء الله عليها زي ما انتوا شايفينها في الصورة. وكمان دي دافية، يعني سخنة شوية مش باردة. طالعة بصراحة تستحق ان انتوا تجربوها، حلوة جدا جدا جدا. يلا نشوف هنعملها ازاي. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. معانا هنا كوباية سكر واربع بيضات، كوباية عصير برتقال وبشر برتقال، معلقة كده، ومعايا كوبايتين دقيق ذرة اصفر، ومعايا كوباية دقيق ابيض، وبيكنج باودر هنحط معلقة ونص كده، ونص كوباية زيت. هنجيب الخلاط بتاعنا، طريقة سهلة جدا وسريعة. هحط كوباية العصير البرتقال، لو مش عايزة تعمليها برتقال ممكن تعمليها بلبن، بس دي حلوة جدا بالبرتقال. هحط كوباية السكر، هحط الاربع بيضات طبعا بدرجة حرارة المطبخ زي ما احنا متعودين. انا هنا مش هحط فانيليا لاني انا حاطه عصير برتقال، فهحط معلقة بشر برتقال، وهحط نص كوباية الزيت. زيت عباد، زيت نباتي يكون نضيف عندك بتستخدميه عشان ما يبقالوش ريحة او طعم متغير. وهروح اضرب كل ده في الخلاط وارجع. ضربته في الخلاط هفضيه هنا كده خلاص. وهحط عندي دقيق الذرة بقى، هقلب عليه الدقيق الابيض، واحط معلقة ونص بيكنج باودر اهي، وهقلبهم كويس مع بعض. دقيق الذرة كوبايتين دقيق ذرة اصفر هتلاقيه في السوبر ماركت، وكوباية دقيق ابيض. هحط بقى الدقيق على المكونات السائلة، وهضرب بالمضرب الكهرباء اخلطهم كويس مع بعض. لو حسيتي ان العجينه معاكي عايزه عصير حط لها، يعني ناشفه حط لها عصير. لو حسيتي انها خفيفه شويه حط لها معلقتين دقيق. هي ما شاء الله بقت زي الفل اهي. يا دوبك بخلط بس المكونات مع بعض. نشيل المضرب بتاعنا، اسرع من كده ما تلاقيش. هجيب الطاجن البايركس او القالب البايركس بتاعي، ده المقاس الكبير، او صينيه 30 اللي هي الصينيه الكبيره بتاعه الفرن. تيفال الألمونيا بقى اللي انت عايزاها تبطنيها بزيت ورشة دقيق بسيطة. هتعفريها بس دقيق كده وتنفضيها. انا عادة يعني مش ببطن البايركس، بس قلت اعملها معاكم كده زي عشان تعملوا الألمونيا لو عندكم بالمنظر ده برضه. هجيب الكيكة الخليط بتاعي اهو، قوامها حلو جدا ما شاء الله. هفضيها كلها في القالب. هحطها بقى، اكون مولعه الفرن من قبل ما ابدا في شغل الكيكه طبعا زي ما احنا متعودين على 180. هحطها هتاخد معايا تقريبا نص ساعه، وهنشوفها بعد ما تطلع من الفرن. ادي الكيكه طلعت معايا من الفرن، هي لسه سخنه مش بارده. هقطعها معاكم بالسكينه. ما شاء الله بتتقطع كويس جدا، لا بتتهري ولا بتتفرول، متماسكه ومسماها حلوه جدا، ما فيهاش فراغات. بصراحه كيكه طالعه تحفه. يا ريت تجربوها وتقولوا لي في التعليقات. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله من فيديوهاتي. هقطعها اهي. هنطلع معاكم قطعة علشان تشوفوها، هي سخنة جدا بصراحة اهي. انا هطلعها معاكم برضو هي سخنة اهي. شوفوا ما شاء الله، مع انها سخنة طالعة معايا متماسكة وجميلة جدا. اللي اتقطعت دي اتقطعت من السكينة.
اهي في الطبق معانا زي ما انتوا شايفين. يلا بسرعة ما تنسوش اللايك وتشير علشان تضيفوا لاصحابكم الوصفة الجميلة دي. شفتوا جربوها وهتدعولي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع قناة اكلة وفكرة مع سمية. استنوني.